عايز اوريكم مقطع لممكة بتاعت الفسيخ وهي بتقول لما كانت بتروح عند استاذه وفاء عامر في الفيلا. كانت وفاء عامر كانت بتخليها تصلي معاها، الله يبارك لها، ما قلناش حاجه. بس الغريب بقى اللي صدمني، بص كده اسمع. لو رحت قضيت معاها يوم في الفيلا 3 فروض تخليك تصلي يوم. معلش، 3 فروض ايه في اليوم؟ ايه اللي 3 فروض في اليوم يعني؟ معلش، انتوا عملتوا دين جديد؟ يعني انتوا عملتوا دين جديد ولا ايه؟ الفيديو اللي انا هعرضه عليكم دلوقتي اللي هو جنني اكتر من مقطع ممكة، اللي هو بتاع شاكر اللي بيطلع على التيك توك في الجولات واللايفات. كان مستلف واحدة اسمها علياء وبيكلمها بيقول لها هو انت بتصلي؟ انت بتصلي؟ الحمد لله، بس تقطيع بصراحة يعني. بصوا قالت ايه؟ انا يعجبني صراحتها، انت صريحة ومية مية، ماشي. الظهر كم ركعة؟ الظهر 3 ركعات. ايه؟ مين؟ وايه الظهر 3 ركعات ده يعني ايه؟ وبالنسبة للركعة الرابعة دي اتلغت؟ بص قالت لك ايه؟ العصر كام ركعة؟ بص قالت لك العصر كام ركعة؟ طيب العصر؟ العصر 4 ركعات. 4 ركعات، برافو. طب ليه نمشي على سطر ونسيب سطر؟ كملي. استاذ شاكر هنا طبعا سأل استاذ علياء، قال لها المغرب؟ قالت له مش عارفة. طب والعشاء؟ قالت له مش عارفة. المغرب؟ بصراحة مش عارفة، هو أنا يعني معرفش. المغرب؟ لا مش عارفة بصراحة، أقسم بالله ما عارفة. يبقى ده اللي بتقطعي فيه، ما بتصليش المغرب. طيب العشاء؟ ما أنت عارف بقى إن أنا بسهر طول الليل في اللايفات. يعني ولا مغرب عارفة ولا عشاء عارفة ولا عارفة تصلي الظهر أساسا. شفتوا بقى السوشيال ميديا وصلتنا لفين؟ شفتوا بقى احنا بقينا فين؟ احنا ما بقاش فاضل لنا غير حاجة واحدة بس، اللي يأجوج ومأجوج يطلعوا يخلصوا على العالم كله. والله ده الحل النهائي، ويبقى كده مش ناقص برضه غير المسيح الدجال يشوف شغله مع الناس دي. بصراحة مش عايز والله أعيب في الناس دي ولا أي حاجة، بس أنا بدعي لهم بالهداية، لأن ربنا إن شاء الله يهديهم ويبعدهم عن أي طريق غلط ويبعدهم عن أي حاجة تلهيهم عن الصلاة. لأن احنا بالطريقة دي وصلنا لدرجة مرعبة. احنا المستقبل ضاع، والمستقبل ما بقاش فيه مستقبل اساسا. كله بيفكر في اللايفات والفلوس السهله وازاي تجيب الفلوس وازاي ما تشتغلش وما تتعبش. مش ربنا قال لك فلوسك دي هتتحاسب عليها من اين انفقت ومن اين اكتسبت؟ وانا برضو بوجه رساله لاصحاب الشهادات والناس اللي تعبت واجتهدت، اقسم بالله انتوا رمز وفخر للعالم كله. على الاقل ما قعدتوش في البيت وفتحتوا لايفات وجبتوا فلوس بالسهل. انتوا تعبتوا وشقيتوا، انتوا تعبتوا وشقيتوا، واستمروا في اللي انتوا فيه، عشان كل مال كسبته هتتسأل عليه. والفيديو ده طبعا عملته مش غرضي والله التريقه ولا السخريه من حد، انا بالعكس كنت بقول لكم انا بدعي لهم بالهدايه. بس بص احنا وصلنا لفين. فربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم ويبعدوا عن الحرام، وربنا يسهل لهم الحلال يا رب. كده كده الحلال مش سهل بالنسبه لهم، بس هم مش عايزين يتعبوا. اسال الله الهدايه ليهم ولينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.